ازيكم يا جماعة كلكم في فيديو جديد. معكم جورج اندروس، طالب ماستر في ألمانيا. قبل ما أبدأ الفيديو أحب أشكر كل الناس اللي دخلت سألت عليا سواء على الانستجرام أو على اليوتيوب عن الغيبة الطويلة وفين فيديوهاتي وكده، فأحب أعتذر جدا طبعا على الغيبة دي كلها. سبب الغيبة كان ضغط في الدراسة، وبعد الدراسة جت فترة كده كان الواحد فيها ملخبط شوية من حيث بيظبط حاجات السمسترات اللي جاية من حيث التخرج ومشروع التخرج وحاجات زي كده. زائد إن قبل كده قلت في فيديوهاتي ان انا بحب دايما لو هتكلم على حاجة معينة ابقى عشتها فعلا، عشان اكون بتكلم في الفيديوهات بتاعتي عن تجربة خاصة. الفترة اللي فاتت يعني كانت فترة نقدر نقول مملة شوية، يعني ما كانش في حاجة بتحصل، مجرد ان انا بخلص الدراسة اللي عليا، بستنى درجاتي، بشوف بقى هبدأ اعمل ايه من حيث مشروع التخرج ومن حيث التدريب اللي هو الانترنشيب، لانه ده عندي اجباري في البرنامج بتاعي. فكانت برضو قصة تانية بدور على فرص تانية وكده، فالواحد كان ايه مضغوط وحاسس ان الدنيا واقفة معاه، فتعتبر فترة كانت مملة، ما كانش في حاجة بتحصل فيها. فبعتذر جدا على الغيبة الطويلة ديت، وحابب انكم تقولوا لي في الكومنتات عن مواضيع معينة نقدر نتكلم عنها في الفيديوهات اللي جاية، او نوع فيديوهات معينة عايزين نصورها لكم. نتناقش براحتنا في الكومنتات عن المحتوى اللي ممكن نقدمه الفترة الجاية. اما بخصوص فيديو النهاردة، فده كان فيديو برضو كذا حد كلمني عنه، وبرضو في الفترة اللي انا فيها دلوقتي دي حاسس انه ده وقت مناسب اني اعمل فيديو زي كده اتكلم فيه، وهو عن نصايح ممكن اقدمها من طالب لطالب جاي يسافر للدراسة طبعا بره، بالذات في ألمانيا. من خبرة سنتين من القعدة هنا، طبعا سنتين ولا حاجة تعتبر في انك تكتسب خبرة يعني، بس هنقول كطالب وماستر، وهو البرنامج بتاعك مش طويل، يعني عبارة عن سنتين 3 سنين لو هتزقها قوي يعني. فيعني الواحد برضو اتعلم حاجات كتيرة الفترة ديت من ساعة ما جه هنا. فأنا حابب في الفيديو دوت إني أقدم لستة كده بالنصائح اللي ممكن أقدمها لطالب جاي يسافر سواء لدراسة ماستر أو بكالوريوس في ألمانيا، وإيه حاجات ممكن يعملها أو يتوقعها أو يبقى حاطط باله عليها الفترة الجاية. لأنه من وجهة نظري الشخصية قبل ما نبدأ الكلام في أي حاجة، أنا أحب دايما إنه يبقى عندي بلان قبل ما أبدأ أي حاجة. يعني أحب أخطط للحاجة قبلها، لأنه أنا عندي قناعة إنه مفيش حاجة بتجو أز بلاند خالص يعني في الواقع. فأحسن حاجة إن أنت تبقى يعني مخطط لدنيتك، هتعمل إيه 1 2 3 بالتدريج كده، علشان يعني احتمال كبير انه مفيش حاجة هتمشي 100% حسب خطتك. فلما تبقى انت مخطط من قبلها بتبقى احلى في ان انت تعرف تلحق امورك وتسيستم حالك، على عكس حد مثلا مش مخطط لحياته خالص الفترة الجاية. يعني مثلا هو عايز يسافر بره، فهيعمل ايه بعد ما يسافر بره؟ او هو عايز يدرس، طب هيعمل ايه بعد الدراسة؟ يعني بحس ان انا في ساعات بقابل ناس بتبقى ما عندهاش خطط، هو بس حصل ان هو راح برنامج هيدرس برنامج ماستر، بس هو هيعمل ايه بعد كده مثلا؟ ما فيش. ممكن تكلمه يقول لك ممكن اعمل دكتوراه، ممكن اشتغل، ممكن ارجع بلدي تاني، ممكن ادور على بلد تانية احسن. فنصيحتي ان انت دايما لازم تخطط انت عايز ايه بالظبط بعد ما تخلص اللي انت داخل عليه دلوقتي. يعني انت داخل على انك تسافر بره، فتسافر بره. داخل عن طريق سكة الدراسة، يبقى في دراسة لازم تخلص. بعد الدراسة هتشتغل، هتكمل في رسالة دكتوراه مثلا او حاجة اعلى، ولا مثلا هتدور على بلد تانية، مثلا عايز من أوروبا تنقل على أمريكا أو كندا مثلا، ولا إيه الدنيا بالظبط؟ فيعني دي أهم خطوة يعني قبل ما نبدأ أي كلام عن أي حاجة. طيب، معانا أول حاجة كده في الليستة هي طبعا ألمانيا. يعني اللغة، أي حد هيكلمك عن ألمانيا هيكلمك عن أول حاجة اللغة، لازم اللغة تبقى مهمة، ودي حاجة حقيقية يعني، هي مفيش جدال فيها. لازم انت داخل ماستر انجليش، فنسبة كبيرة ان انت لغتك الالماني مش قوية قوي. انا لما جيت اساسا اللغة مفيش A1، كنت كده متعلمه سكالانس قبل ما اجي المانيا. انا دلوقتي في B1، يعني اعتبر في النص B1. احنا دلوقتي في اجازة السمستر اللي جاي اكمل B1 2، وابقى كده خلصت البي 1 يعني. لكن طبعا برضو لسه في شوط كبير في اللغة محتاج انا اقطعه، فدي حاجة اي حد لازم يبقى حاططها في اعتباره جاي يدرس بالانجلش وما معهوش لغة الماني قوية لسه، لانه بعد كده في سوق العمل كل حاجة تبقى يعني على حسب المجال طبعا، بس في مجالنا اللغة مطلوبة. هتنميها ازاي كطالب؟ طبعا معاك مميزات ايه، وفي كورسات لغة الجامعة بتقدمها لك ببلاش. انا نصيحتي دايما حط نفسك في كورس لغة،
عشان كورس اللغة بيعلمك ان انت تبقى تحت ضغط، ان انت لازم هتذاكر عشان في امتحان، فلازم تذاكر قواعد. برضو بتنمي فيك انك تفهم الجرامر والحاجات دي، يعني لان انت على الاغلب يعني كطالب درس بالانجلش، فيبقى لغته الالمانية هيتعلمها من الشارع شوية. فمن الشارع شوية ده بتبقى ساعات في برضو شوية قواعد وحاجات بتفوتها، تبقى مش على دراية بيها. فالكورس بتاع اللغة في الجامعة بيعلمك البيزكس من حيث الجرامر وتكوين الجمل والحاجات ديت. فدي حاجة كويسة ان انت تبقى قاعد عمال تسمعها وبتدور في دماغك طول الوقت. بلس ان انت في الاخر هتبقى مطالب بامتحان تخش تذاكر عشان تنجح فيه، فده بيحطك تحت ضغط ان انت لازم تخلص اللغة من عليك يعني. فحلو ان انت دايما تاخد كورسات لغة مع الجامعة. طول ما انت طالب كده كده كورسات بتبقى ببلاش، كل الجامعات تقريبا بتوفر كورسات جوه تقدر تريجستر ليها زي ما يكون كورس عادي من الكورسات بتاعت البرنامج بتاعك اللي انت داخل عليه. تاني حاجة في تعاملك مع الناس، أنا شايف نصيحة: حاول إن أنت دايما تتعامل بالألماني، حتى لو أنت الألماني بتاعك مش قوي، بس هو لازم تحط نفسك تحت الضغط، فاهم؟ لما تبقى متوتر في كده معلومة لازم تفهمها، ساعتها بتلاقي إن كل كلمة أنت بتقولها بتفرق، بتلزق في مخك، فاهم؟ مبتعرفش تنساها تاني. وبرضه الألمان فيهم حتة إنه فعلا بيحترموا الواحد لما بيبدأ الكلام معاهم بالألماني. كواحد لغته ضعيفة طبيعي إنه في النص تقريبا الحوار هيقلب بالإنجليش، يعني لو أنت بتتكلم مع حد بتسأل عن حاجة فلما أنت تبقى بادئ بالألماني بيحترم فيك الحتة ديت، على عكس إن أنت واحد داخله بالإنجليش على طول كده، فبيبقى في كده لخبطة. يعني اللي هو أنا يعني كواحد ألماني هو مش مجبر إنه يتكلم معاك بالإنجليش، فأنت اللي المفروض تتكلم معاه بالألماني. طيب في أوقات الفراغ بقى، دي حاجة برضو تانية لفتت نظري، حسيت إنها مفيدة، وهي إن أنت تسمع بالألماني كتير. يعني ده برضو شيء بديهي، أي حد بيتعلم لغة بيبقى محتاج انه يسمع كتير، تمام؟ فاللي انا بحب اعمله هو انه لو انا بعمل حاجه مش مهمه، يعني بطبخ ولا حاجه زي كده، بحب ان انا احط السماعات في وداني وافتح فيديو على اليوتيوب من اللي هي الفيديوهات. في قنوات كتير على اليوتيوب اللي هي البيزكس ازاي تتعلم اللغه، يعني بتبقى ناس بتتكلم الماني بطريقه مبسطه عن حاجات يوميه عاديه في اليوم كده بيتكلموا فيها، بس بيتكلموا ببطء وبيتكلموا الماني بسيط، ويبقى مكتوب في الفيديو اذا كان الالماني ده ليفل A1 A2 B1. في قنوات كتيرة جدا ممكن تدور عليها. فاللي انا بعمله هو ان انت بلاش تتفرج على الفيديو. انا حاسس انها بتبقى احلى بالنسبه لي انا شخصيا اني اسمع الفيديو عمياني من غير ما اشوف الفيديو اصلا ايه اللي بيحصل فيه. فانا مثلا قاعد في المطبخ بجهز حاجه، فحاطط سماعات في وداني ومشغل فيديو هو بيتكلم عن حاجه ممكن ابقى انا مش فاهم التفاصيل، بس حاول تتخيل ايه اللي بيتقال، فاهم؟ بحس ان انا لو الفيديو مش شايفه قدامي بقى مركز في اللي بسمعه اكتر. فدي طريقة يعني أنصح بيها الناس إنها تجربها، أعتقد هتنمي عندك حتة الفهم، إنه لما يبقى في حد بيقول لك حاجة بالألماني فأنت فاهم هو بيقول إيه إلى حد ما. فدي ساعدتني كتير، ودي حاجة أنا بحاول أستمر إني أعملها دايما. ما بعملش حاجة مهمة، حاطط السماعات في وداني وقاعد بسمع أي فيديو بيتكلم عن أي توبيك. في بودكاست كمان بيقدموها نفس القنوات كلها بالألماني. فدي حاجة انصح الناس انها تجربها وتشوف اذا كانت ممكن تنمي معاهم اللغه اورجانيكلي بقى من غير مذاكره، انت هنا بتمارس اللغه. فدي حاجه. تاني حاجه احب اتكلم عليها هي الدراسه. طبعا يعني الدراسة تاني أهم حاجة تيجي بعد اللغة على طول. يعني أنت جاي البلد هنا عايز تستقر، فهي اللغة رقم واحد، بعد كده الحاجة اللي أنت جاي عليها أصلا اللي هي الدراسة كطالب. أهم حاجة إن أنت تركز في الفترة الأولانية بالذات، اللي هم جايين البرامج الصغيرة اللي زي الماستر والحاجات زي كده. يعني أعتقد الوجه العام بيبقوا ضاغطين كل المواد الأساسية في أول سنة. يعني أول سنة عبارة عن مواد أساسية مترصصة جنب بعضها لازم تخلصهم كلهم، وبعد كده بقى حاجات خفيفة كده electives بقى ومشروع التخرج، ولو في تدريب عندك انترنشيب أساسي ولا حاجة زي كده بيحطوه لك في الآخر. لازم تحاول تظبط الدنيا وتخلص المواد الأساسية عليك، لأن هم بيقدسوا المواد الأساسية، يعني أنت لازم تخلصها لأنها تريحك تاني بعد كده قدام تلاقي الدنيا أهدى بكتير. أنا عن نفسي ده اللي عملته السنة الأولانية. ضغطت نفسي جامد في المواد، كانت صعبة، بس هو يعتبر السنة الأولانية من دراستي أنا ما شفتش، أنا نسيت أصلا إن أنا كنت في ألمانيا. يعني هو من البيت للجامعة، من الجامعة للسوبر ماركت، وآخر النهار للجيم، ومن الجيم للبيت تاني على طول. خلصنا كده. بس ده بالنسبة لي الروتين اليومي كل يوم لمدة سنة. غالبا في معظم الجامعات بيبقى فيه ريتيك للإكزام، يعني بيبقى فيه إكزام أول محاولة للفاينل إكزام، ومحاولة تانية في النص كده بتبقى السكند اتمت بتاعت الإكزام بتاعك. أنا اللي عملته إن أنا حاولت أقسمها
يعني خليت شوية مواد همتحن الامتحان المحاولة الأولى، وشوية مواد لا هأجلها شوية هاخدها المحاولة التانية. بيبقى فرق تقريبا مش كبير ما بينهم، بيبقى بتاع شهر أو حاجة أو شهرين فرق ما بين التك الأولانية والتانية. فلو الجامعة بتاعتك ماشية بالسيستم ده فحلو جدا، تقدر تسيستم نفسك من الأول. إيه مواد حاسس إنها صعبة شوية هتاخدها بعدين، وفي مواد بسيطة يبقى أخلص منها في أول امتحان ليا أو أول محاولة ليا. فاستمتعت بالمنظر ده، والدنيا مشيت زي الفل. الدراسة لازم طبعا تاخدها بجدية، انت واحد جاي عشان تدرس، ابعد خالص عن فكرة هذاكرها بعدين، خلصها دلوقتي يعني. دي حاجة يعني انا بقول لكم النصيحة ديت. انا ما كنتش قوي في المذاكرة زمان ايام البكالوريوس، يعني كنت على باب الله خالص يعني الدراسة دي بالنسبة لي كده حاجة جت على كبر. انا بدأت افهم يعني ايه مذاكرة في تقريبا وانا في بكالوريوس بتخرج اخر سنة ولا حاجة، عرفت المذاكرة عاملة ازاي. غير كده انا ما اعرفش كنت بنجح ازاي اصلا يعني. انا ادركت الحكايه دي مؤخرا. فاول حاجه تحضر كل المحاضرات اللي عليك. انت وظيفتك انك تروح الجامعه تحضر المحاضره، تركز كويس ايه اللي بيتقال في المحاضرات، تكتب نوتس طول الوقت. انا كنت يعني انا وزمايلي مثلا اللي كانوا معايا في نفس الكونسبت ده في المذاكره، بنبقى قاعدين اول صف في وش الدكتور باللابتوبات وعمال تك 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 قدام الدكتور، علشان الدكاترة فعلا كانت بتقول حاجات مهمة بتيجي في الامتحان. حاجة تانية برضو أحب أعملها بس يعني في الخباثة شوية، يعني حاول تسجل المحاضرات، حاول تسجل اللي بيتقالك وقت المحاضرة، علشان لو في حاجة سقطتها في النص أو حاجة مش فاكرها أو كده، ترجع بالريكورد بتاعك وتسجل. أهو ده اللي أنا بتكلم عليه يا جماعة. يعني الريكوردات عندي كلها من أول ما دخلت الماستر يعني. بصوا، دي أول محاضرة خالص أخدنا فودلو أول حاجة خالص. وبص هي الريكوردات بالساعات. فيعني لازم تاخد الموضوع بجدية، تروح البيت تسمع بقى كده برواقة معاك كوباية القهوة الحلوة بتاعتك، تكتب بقى النوتس بالظبط بقى الدكتور قال ايه، وتحاول تفصص النوتس اللي انت كتبتها سريعا وانت قاعد في المحاضرة. الحوار دوت هيسهل عليك الدراسة جدا. يعني الموضوع فعلا مش متطلب منك غير ان انت تروح المحاضرة تعمل الشغل اللي عليك تعمله، تسمع اللي بيتقال، اكتب نوتس، سجل، روح اكد على المعلومة وراجع على النوتس بتاعتك، واكتب لك ملخص كده هادي لذيذ. ده اللي انت عليك تعمله طول الوقت، ما تذاكرش. يعني دي النصيحة اللي انا احب اقدمها، هو ان انت ايه، طول فترة الدراسة انت بتكتب لنفسك ملخصات. قال لك يلا الامتحان افتح بقى ملخصات ونبدأ بقى نذاكر بقى ونفهم. وانت لما يبقى الموضوع انت سمعته 100 مرة في الريكورد وقاعد بتكتب الكلام ده بإيدك، هتبقى اوريدي المعلومة انت فاهمها وفاهم الكونسيبت بتاعها والدنيا ماشية معاك. انا شايف الموضوع ده سهل معايا المذاكرة بنسبة 70%. يعني 70% من المذاكرة خلصت بسبب ان انا كنت بعمل الحوار دوت كل يوم بطريقة روتينية، كل مرة يبقى عليها محاضرة رايح احضرها في الجامعة. مش هتعطل في حاجة في الدراسة لو بقى ده مبدأ بالنسبة لك انت ماشي بيه يوميا. ثالث نقطة بقى احب اتكلم عليها هي الناس من حواليك. حاول تبعد عن الناس السلبية. يعني هتلاقي برضو هتقابل ناس سلبية مثلا متشائمة طول الوقت وشايفة انه الدراسة صعبة واللغة صعبة ومش هنعرف نلاقي شغل بعد الدراسة ومش هنعرف نقعد في البلد دي وشكلنا هنرجع تاني والدراسة. يعني في كده نوعات من الناس هتقابلها هتلاقيها ما بتقولش حاجة غير سلبيات بس طول الوقت، يعني ما بتعملش حاجة انها بتشتكي. كل واحد ليه قصته الشخصية، فانت شوف دنيتك ماشية ازاي. لو كل حاجة ماشية تمام يبقى مفيش اي داعي للسلبيه، ومفيش اي داعي انك تسمع لسلبيه منها. معظم الحاجات اللي عديت عليها اللي الناس قالت لي يا عم هتبقى صعبه خالص ومش هتنفع ومش عارف ايه، عدت ولا كانها اي حاجه. يعني في حاجات بتعدي قدام الواحد تحس انه انا مش شايف حاجه تستدعي انك تشتكي، فاهم؟ حاول دايما تعرف الناس اللي هتضيف لك حاجة وتفيدك. وطبعا الاستفادة حاجة متبادلة، يعني انت بتساعد الناس والناس بتساعدك in return بس كده. وهتلاقي ناس كتيرة جدعان عادي، وفي ناس كتيرة هتساعدك، وفي ناس كتيرة هتقف معاك في مواقف كتير والدنيا تبقى زي الفل ومفيش اي مشاكل. وفي نفس الوقت هتلاقي ناس العكس تماما. تاني حاجة برضو عن الغربة وانك تسيب بلدك وتروح بلد تانية عشان سواء تدرس او تشتغل او كده، انها بتعرفك كان مين صحابك اللي بجد. بمعنى انه شيء متوقع انه برضو لما تسافر في ناس كتير كنت بتكلمهم وبتقابلهم وكان في كلام بينك وبينهم ياما، وفجأة أول لما تسافر تنقطع علاقتك بيهم خالص، أو تلاقيهم ما بيسألوش عليك، أو لو بتسأل عليهم ما بيسألوش عليك، فين وفين عبال ما يردوك. ده حصل معايا كتير يعني شخصيا مع ناس كتير. فبرضه حلو إن أنت إيه، تبدأ تعرف صحابك اللي بجد
لما تبعد عنه. رابع نصيحة بقى ودي مهمة جدا، هي انه الواحد بقى طالما بره عايش لوحده، يعمل كل حاجة لوحده وبيشوف دنيته كلها لوحده، حاول انك تهتم بنفسك وبصحتك على قد ما تقدر. دي نصيحة مهمة جدا. يعني يا جماعة احنا في ألمانيا، فألمانيا أبسط حاجة فيها الأكل، انك تلاقي أكل صحي ومفيد وزي الفل وطعمه مية مية. دي ما فيهاش جدال بقى. فطبعا الواحد هيبقى محتاج انه لما يجي هنا يظبط نفسه في المصاريف على قد ما يقدر، لكن اهم حاجة ما تستخسرش في نفسك الاكل اللي هينفعك بعد كده، يعني عشان ده هيعود عليك بمنفعة في حاجات كتيرة، لان انت يومك هيبقى مضغوط، بتنزل هنا بتروح هنا بتعمل هنا، فما فيش مجال انت تبقى تعبان، فاهم؟ يعني انك تبقى تعبان بيعطل الدنيا خالص، بيوقف حالك، بتلاقي في حاجات كتيرة محتاج تعملها، ما عندكش وقت ان انت تبقى تعبان او عيان، يعني لازم تجري. فأهم حاجة تعملها، حاول إنك تحافظ على صحتك هنا على قد ما تقدر. وأنا شايف إنه من حيث المصاريف، اللي أنت هتصرفه على أكل مش مفيد هو نفس اللي هتصرفه على أكل مفيد. الأسعار هنا قريبة من بعض جدا، من حيث الأنواع الأكل، فيه سيلكشن من كل حاجة موجودة في السوبر ماركت. يعني الناس اللي ما شافتش الفيديو الأخير مع أنا وواحد صاحبي مينا اللي عملناه عن السوبر ماركت، الدنيا بسيطة قوي، وفي من كل حاجة من كل صنف في 100 نوع منه بجميع أنواع الأسعار الممكنة، فالموضوع سهل جدا. وبما إن أنت بقى هتهتم بصحتك، فدي فرصة حلوة جدا بقى أقدر أنصحك بيها إنك تروح الجيم. يعني لو أنت واحد جاي هنا على دراسة وعمرك ما عديت على جيم قبل كده، او ما اتمرنتش او ما عملتش رياضة، فبصراحة انا شايف انه هنا بقى دي احلى فرصة تبدأ تعمل فيها رياضة في حياتك، ولو ساعة واحدة بس كل 4 ايام في الاسبوع ولا حاجة، بجد هتفرق معاك جدا. فانصح اي حد جاي هنا، حاول انك تعمل رياضة، يعني حاول انك تروح الجيم كده، شوف الدنيا هتبقى عاملة معاك ازاي. حاول تظبط اكل وتروح الجيم، النفسية هتبقى في حتة تانية خالص بجد. يعني دي حاجة لازم أي حد يدخل نفسه فيها، لأنه هينفعك كمان في حاجات كتير تاني قدام، من حيث مشوارك اللي انت جاي عليه. بغض النظر بقى عن انه الرياضة بقى وصحتك ويبقى شكلك حلو وكده وعضلات والكلام دوت، هي فعلا بتلعب دور على النفسية رهيب. بتعلمك حاجات كتيرة جدا في ان انت ازاي تبقى عنيد مع الدنيا، وانه لو عايز حاجة هتعملها، ولو عايز توصل لحاجة هتوصل لها حتى لو الناس بتحبطك. فلا يعني هو احنا لو هنتكلم عن الجيم ده بقى محتاج يبقى فيديو لوحده بصراحة، يعني فوائده فيها حاجات كتيرة، وفي حاجات كتيرة الكلام ما يوصفهاش. ويا سلام بقى لو انت اصلا جاي واوريدي كنت بتروح الجيم، يا بختك بقى، هتشوف فورمة ما شفتهاش في حياتك. الناس اللي بقى بتروح الجيم فعلا وبتتمرن بقالها وقت، ظبط بقى بروتينك والكاربز والفات، في ظرف شهور هتعمل فورمه عمرك ما عملتها السنين اللي فاتت كلها. ده بصراحه اللي حصل معايا اول لما جيت هنا، انا ما متوقعتش النتائج دي خالص، يعني لا حاجه رهيبه جدا يعني. وبرضه انا واحد عن نفسي، الجيم ده حاجه انا بعيشها من وانا عندي 13 سنه. انا بالنسبه لي بصحى الكلام على جيم، يعني هو اليوم بالنسبه لي عباره عن ان انا هروح الجيم، وابدا ابني اليوم بقى حوالين ان انا هروح الجيم. فدي اساسيات، يعني على ما اعتقد كده لو انا ما كنتش بروح الجيم ما كانش زماني قاعد دلوقتي هنا في المانيا. يعني اعتقد الرياضة علمتني حاجات كتير، من حيث انه الواحد يعاند مع دنيته كده لما يحس ان الدنيا كلها مقفلة في وشه. يعني انا شايف ان الجيم لعب دور كبير جدا في حياتي وفي شخصيتي وفي حاجات كتيرة جدا على مدار سنين. يعني دي برضو حاجة لو انتوا عايزين اتكلم عليها تاني قدام بعد كده، الرياضة والجيم والاكل والحاجات دي حاجة انا بعيشها. فلو عايزين نتناقش فيها اكتر او اتكلم عنها اكتر، قولي في الكومنتات، برضو ممكن نعمل عنها فيديوهات كتير. نتحرك بقى على النقطة الخامسة، شغل الطلبة. ده حاجة كان ناس كتيرة جدا باعتين لي عليها. أنا بعتذر إن أنا ما عملتلهاش فيديو لحد دلوقتي، لأن أنا بدأت فيها. أنا فعلا بشتغل دلوقتي ميني جوب، بس هي ميني جوب وبس، فأنا ما جربتش لا بارت تايم ولا حاجة تانية زي كده. أنا يعني هدفي إني أخش في البارت تايم دوت وأشوف دنيته عاملة إزاي، وساعتها أقدر أتكلم بقى بالتفاصيل المملة عن إيه دنيتنا كشغل. أنت طبعا كطالب الماديات طبعا بتبقى مهمة بالنسبة لك، إن أنت تحاول تستمع على قد ما تقدر. فيعني ان انت تزقها بميني جوب او بارت تايم كطالب بتبقى حلوة جدا. انا حاليا بشتغل ميني جوب بقالي حوالي 5-6 شهور حاجة زي كده. بشتغل في مطعم يعتبر في وشي هنا الناحية التانية من الشارع بالظبط، دقيقة مشي، ككيوشا هيلفا.
مساعد مطبخ، شغلانة يعني تقيلة شوية بس بصراحة لذيذة. يعني حاسس ان انا اتعلمت حاجات كتير من ساعة ما اشتغلتها. الشغل بتاعي عبارة عن ان انا بجهز سلطات، بجهز اي مكونات للمطعم، بحضر الاكلات الباردة اللي هي مش محتاجة ان انت تسوي ولا حاجة، عبارة عن هتجيب طبق كبير هتقطع قطع منه بقى ايه ايا كان ايه اللي هتعمله. هي الشغلانة يعني حلوة من حيث انها محتاجة انك تتكلم الماني. يعني شوف، هي المفروض مساعد مطبخ، يعني انت المفروض ما بتعملش حاجة محتاجة كلام، لكن في الواقع هي محتاجة كلام منك ومش غير كلام منك، هي محتاجة ان انت تفهم اصلا إيه اللي بيتقالك، لان كل حاجة بالالماني هناك. فانا حاسس ان الشغلانه دي 6 شهور اشتغلتهم، بس انا حاسس انها لعبت دور كويس في انها تحسن فهمي في الالماني. يعني ممكن انا ما بتكلمش كويس لسه برضو، لكن الكلام اللي بيتقال لي لو حد بيقول كلام جمل طويله بحس ان انا بفهمه، لان الجمل الطويله فيها فوكابز على قد ما اقدر افهمها، فاقدر اربط الكلام ايه اللي بيتقال. على عكس طبعا لو حد اتكلم جملة قصيرة بحس انها لا، لسه ما مش فاهمها 100%، لان الكلام الجمل القصيرة لو حد طلب مني حاجة وقال لي اللي عايزه في جملة قصيرة مفيش فوكاب كفاية اني اقدر افهم هو قال ايه، لكن الجملة الطويلة اسهل وحاجة ما توقعتهاش بصراحة. بس ده اللي الحال عليه دلوقتي. نصيحتي انا اللي اقدر اقولها، حاول ان انت تشتغل شغلانة بتتطلب نوعا من الألماني علشان يبقى اسمك بتشتغل وبتدرس اللغة في نفس الوقت. يعني أنا الشغل بتاعي يعتبر يعني كأني براكتس الليسننج وأنا قاعد بعمل كده، لأنه هو حتى لو مفيش حاجة بتتقال بس أنا سامع إيه اللي بيجرى في المطبخ طول الوقت بقى. من حيث بقى الجرسون جه الشيف قال له عايز حاجة معينة، قال له حاجة، بيتناقشوا مع بعض في كلام أنا عمال أسمعه طول اليوم. وستاف المطبخ اللي انا شغال معاه يعتبر لذاذ جدا، يعني عادي ومتقبليني بشكل كبير. بس طبعا هي الفكره انه ده شغل، فضغط الشغل مفيش وقت بقى ان انت ايه تبقى لسه مش فاهم حاجه او تعطل في حاجه وكده. بحس ان انا ايه بكركب الدنيا او ببطئ الريت لو انا مش فاهم حاجه. خلاص هو شغل في الاخر يا جماعه، يعني هو روتين، انت بتيجي تعمل نفس الحاجه. فمع الوقت خلاص الواحد بيبدأ يبني المومنتم ويبدأ يعمل نفس اللي بيعمله كل يوم، فخلاص الدنيا بتمشي. فهي طبعا محتاجة تركيز في الأول، لكن بعد كده بسيطة، وبيبقى في الآخر اسمك بتتعلم اللغة، فحلوة يعني. أنا شايفها كويسة. طبعا لسه ما اتكلمتش أكتر بالتفصيل عن الشغل، لأنه زي ما بقول لكم أنا يا دوب لسه بدأت أخطو أول خطوات في الشغل. يعني ده عبارة عن ميني جوب، لسه في حاجات أكبر من كده. حاجة أخيرة أحب أضيفها برضو في موضوع الشغل، لو أنت دراستك تقيلة في السنة الأولى وده كان الحال معايا، بلاش تجري على الشغل على طول. يعني أنا شايف أنت جاي دراسة، اهم حاجه تعملها هو ان انت تخلص من المواد الاولانيه، الدنيا هديت معاك تبدا بقى تدور على شغل بقى وبراحتك. انا السنه الاولى ما اشتغلتش خالص، يعتبر حبست نفسي اذاكر، ده اهم حاجه. خلصت منها بقى الدنيا عندي فاضيه ما فيش حاجه بعملها، فساعتها هنا بدات ادور على شغل بقى وكده. لو انت الماديات مش هتبقى ضيقه قوي معاك في السنه الاولى، حاول ان انت تخلص الدراسه اللي عليك الاول، وبعد كده لما تلاقي نفسك قطعت شوط كبير في الدراسه هتقدر بعد كده ان انت تشتغل مستريح، يبقى براحتك بقى عدد الساعات تشتغل بقى، المواعيد معاك مفتوحة أكتر. على عكس الدراسة كل شوية أنت بتحاول تلم ما بين الدراسة والشغل، وللأسف الشغل هيجي على دراستك في أوقات كتير، وهتلاقي نفسك الإنجاز معاك في الدراسة ممكن يبقى أبطأ من اللي أنت كان المفروض توصل له لو ما كنتش بتشتغل في الأول. غير كده الشغل لطيف جدا طبعا، وبيعلمك إن أنت طبعا تتعلم اللغة، لأنه برضه بيحطك تحت ضغط. لما تسمع اللغة بتسمع انت بيتقالك ايه وتبقى تحت ضغط الشغل ولازم تتصرف بسرعة وتفهم بسرعة، ده بيعلمك اللغة في ثواني. دلوقتي هنقسم ان انت بعد بقى ما بتدرس وعندك شغل واهتمام بنفسك بقى وكل حاجة هتعملها بنفسك، عندك بقى وقت فراغ. فلو عندك وقت فراغ بقى، دي بقى ياخدنا النقطة السادسة اللي ممكن انصحك فيها. اعتقد مع معظم الناس هيجي عليك فترة في الدراسة دي هتلاقي الدنيا واقفة. يعني ده اعتقد الوقت اللي انا فيه دلوقتي، يعني هتلاقي ان انت خلصت المواد اللي عليك، بس لسه بقى عمال تدور مع الدكاترة على مشروع تخرج، لسه قاعد بتدور بقى على تدريب عايز تعمله بعد كده. الدنيا واقفة معاك وملخبطة، وعمال تسأل هنا وتسأل هنا وتقدم سي في هنا وتقدم هنا وتستنى الرد وانترفيو مش عارف ايه. ففي الفترة دي لو حسيت ان في وقت فراغ كتير انت ما بتعملش حاجة، قاعد منتظر كده تشوف ايه اللي يعني داخل على ايه تاني بقى في موضوع الدراسة ده عشان نخلصه، فانا شايف ان انت تستفيد بوقت الفراغ هنا ان انت تنمي حاجة جديدة فيك. انا شخصيا اتعلمت كتير في موضوع تصليح الحاجات. يعني هو انا اوريدي في مصر كنت بصلح حاجات كتير مع نفسي، اصلح بقى حاجه في العربيه، اصلح حاجه في الصالون، افك الصالون كله واركبه. بس هنا للاسف معناش عربيه، فالواحد بيسال نفسه في حاجات تانية ابسط شويه او اسهل انه يجيبها.
يعني كمثال انا بدات بموضوع تصليح مكن القهوه النسبريسو، بدات اصلح المكن ليا ولاصحابي والصيانات بقى عموما. تاني حاجه تصليح التليفونات واللابتوبات، دي حاجه كتير انا قعدت اعملها هنا، لابتوبات كتير صلحتها هنا، تليفونات كتيرة برضو صلحتها أو عملت إعادة بناء ليها من أول وجديد. بس إحنا عندنا في مصر مفيش حاجة بتترمي في الزبالة، طبعا أنا ماشي بالمبدأ دوت، كل حاجة بتتصلح. فدي حاجة حسيت إن أنا نميتها في نفسي أكتر بكتير من قبل كده، جايز تفيدني في حاجة تانية في المستقبل لما تشتغل على كل حاجة بنفسك، كل حاجة تعرف تصلحها بنفسك، حاجة أكيد هتفيدك هنا جامد. طبعا عارف إن التصليح حاجات مش هواية لكل الناس، يعني دي ممكن تبقى حاجة معقدة جدا إن أنت تقضي فيها وقت فراغك. اتعلم موسيقى أو اتعلم رسم، يعني حاجة زي كده. بحس الموسيقى أنا زمان كنت بلعب بيانو على خفيف، بس بطلته تقريبا وأنا عندي 15 سنة، فكنت متضايق من الحكاية ديت. فجبت لي مثلا ديت ميدي كيبورد، بتوصلها على الكمبيوتر، شغاله بسوفت وير، وتبدا تلعب ميلودي ديجيتال معموله على اي برنامج سوفت وير زي اف ستوديو او جراج باند او حاجه زي كده على الكمبيوتر. فدي كانت فرصه حلوه اني ابدا امشي ايدي تاني في البيانو واتعلم ازاي اعمل بيتس وحاجات زي كده لذيذه جدا، يعني كانك بتلعب جيمز. بس طبعا الوجه العام انتوا فاهمين قصدي، انه حاول ان انت عندك وقت فراغ حاول انك تستفيد بيه في حاجة هتضيف لك، ده اللي انا قصدي عليه. يعني كده الست نصائح اللي اقدر اقولها من سنتين قاعدة هنا في الدراسة، جايز تفيد ناس كتيرة جدا لو لسه هتيجي على دراسة او جات على دراسة اوريدي ولسه بتبتدي والدنيا ممكن ملخبطة معاهم شوية او مش عارفين يعملوا ايه. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، لو عجبكم ما تنسوناش بلايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لك كل جديد، اي مواضيع جديدة عن فيديوهات او نوع فيديوهات معين عايزين اصورها لكم فلوجات او حاجه زي كده. اكتبوا لي برضو اي مقترحات عندكم في الكومنتات. وبس دي كده كل حاجه، واتمنى يكون عجبكم الفيديو، وسلام.